صباح هادئ بقرية ظفار التابعة لمديرية السدة في محافظة إب وسط اليمن. توجه الطفل أحمد ماهر الظفاري البالغ من العمر 8 أعوام مع خاله إلى مزرعة قات يعملان فيها. الخليل بدأ بقطف نبات القات في الحقل، وترك أحمد في غرفة الحراسة ما كان يعرف بالمحراس داخل المزرعة بينما غاص هو في عمله. وعند عودته لم يكن أحمد هناك، بل كان في الداخل الجسد البائس الذي لا يتنفس. وجد أحمد مقنطا وقد فارق الحياة شنقا. الخبر انتشر سريعا في القرية وخارجها ليطلق موجة من الغضب والحزن. فكيف لطفل يتيم الأب بين 3 شقيقات أن يمضي بهذه الطريقة؟ الروايات تتضارب. بعض المصادر تحدثت عن احتمال أن يكون الطفل قد أقدم بنفسه على شنق نفسه، فيما مصادر أخرى لم تستبعد أن تكون قد وفاته جريمة مدبرة. وترى أن الظروف تجعل من فرضية القتل واردة. الأهالي يطالبون اليوم بفتح تحقيق شفاف وعاجل حتى تكشف الحقيقة كاملة، وتعطي العائلة حقها في معرفة ما حدث ومن يتحمل المسؤولية. وبينما تتجمع الأسئلة في الهواء، لماذا وكيف ومن، يبقى الطفل أحمد واقفا كالصنم في ذاكرة القرية، رمزا لحادثة مؤلمة تطرحها واقعا يلامس الجميع.